بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل خلفائه من المعلمين والمعلمات المهتدين بهديه وقدوته إلى يوم الدين. أصحاب السعادة السيدات والسادة، ممثلي المؤسسات والسلطات والهيئات والمنظمات والنقابات، كل من موقع مسؤوليته. أبنائي وبناتي المعلمين وزملائي الأعزاء من المعلمين والمعلمات، أنتم يا حملة مشعل البناء والإخاء، أحييكم وأنتم بناة الأجيال ومكوني عقول النساء والرجال. مهما قلت فيكم فلن أفيكم حقكم، لأنكم صانعي الزعماء والعظماء والعلماء والأدباء والحكماء. لقد ظلمكم الأولياء وعقكم الأبناء واعتدى عليكم السفهاء والبلهاء وانتقص من قيمتكم بعض الجهلاء. لئن أنصفكم أحمد شوقي أمير الشعراء كما تعلمون، ووفاكم حقكم من التبجيل والتعظيم عندما خاطبكم بقوله: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. لئن أنصفكم أحمد شوقي وأعطاكم هذا التبجيل وجعل منكم هذه القضية، فإن محمود غنيم وهو أيضا شاعر عظيم قد عاش معاناتكم ووصف محنتكم وامتحاناتكم، فقال فيكم: فمن كان يأثي قلبه لمعذب فأجدر شخص برثاء المعلم. على كتفيه يبلغ المجد غيره، فما هو إلا للتسلق سلم. فيا أبنائي وبناتي، إن ما يخفف عنكم معاناتكم وابتلاءاتكم هو أن لكم في كل بلد ولد، ولكم في كل بيت بنت، وهؤلاء يحفظون ودكم ويعلون صيتكم. وإن أعظم جزاء لكم هو عندما تلتقون في كل مجالات الحياة بأبناء وبنات يحيونكم بابتسامة وامتنان ويقدمون لكم آيات الوفاء والعرفان. إن في هذا تخفيف لما تلاقونه من جحود بعض القائمين على شؤونكم ومن عدوانية بعض العاقين من تلاميذكم وتلميذاتكم. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فسلام عليكم في مؤتمركم هذا الذي ستعالجون فيه كما نأمل كل قضاياكم بحكمة وواقعية ومسؤولية، فتشخصون الداء وتصفون الدواء. وإن من الداء عقول الأبناء للآباء، وأنتم مسؤولون عن علاج هذا الداء. وإن من الداء تفشي الفساد بين العباد في أنحاء البلاد، وأنتم مدعوون أيضا للتصدي له. وإن من الداء ضعف الانتماء لمبادئ الأمة وعدم الوفاء لعلماء الأمة،
وأنتم أيضا مطالبون بالحفاظ على الثوابت الوطنية والأخلاق الدينية والقيم الإنسانية. فأنتم يا أبنائي ويا بناتي زملائي الأعزاء، أنتم المقياس الذي به نقيس مدى تقدم الأمة ومدى تخلفها، لأن الصحة العقلية التي أنتم صانعوها هي علاج النمو والتقدم وعلامة كل نهضة وكل تقدم. وكما قال شوقي: وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا المعلم لم يكن عدلا مشى روح العدالة في الشباب ضئيلا. فيا إخوتي ويا زملائي ويا أبنائي وبناتي، لقد ألقت الأمة بمستقبلها إليكم، ومستقبلها هو مستقبل الأجيال، فإنها ألقت بهذا المستقبل وجعلته بين أيديكم، وإنها إن شاء الله لأيدي وفية وأمينة، فعليكم أن توفوا بهذا العهد. وإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي هي واضعة ثوابت الأمة، والتي أسست على التقوى وعلى التعليم من أول يوم، والتي هي أم الجمعيات، لتقدم لكم تحية وفاء وتحية إجلال وتحية عظمة، وهي تقدم لكم تحية وفاء ومحبة وإخاء، وهي ترفع أكف الدعاء بأن يسدد الله خطاكم ويحقق مبتغاكم، وأن يهدي الله القائمين على قطاعكم لتفهم أملكم ومناكم. وفقكم الله لما فيه صالح البلاد والعباد، وندعو لكم بالتوفيق والسداد، ونقول لكم إلى اللقاء معكم في ميدان العلم وميدان البناء والتشييد والإعلاء. وفقكم الله والسلام عليكم. شكرا للدكتور باسم الوطنيات رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أم الجمعيات.